إلى من نذهب إلى رب وكلام الحياة الأبدية هو عنه. سؤال: إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عنه. ده الموضوع اللي احنا نحس بيه ونفرح بيه النهارده. الروح القدس اللي اتكلمنا عن ثمن سؤال جوز اسحاق ملاك كنيسة العدد المصر مشرفنا ومباركنا في اجتماعنا، وبابا وبركة مشروبة آخر مرة بإذن الله. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحية على نعمته وبركته من الآن والى الأبد آمين. من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السادس من الآية 66: من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، فقال يسوع لل12: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع: أليس إني أنا اخترتكم 12 وواحد منكم شيطان؟ قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من 12، والمجد لله دائما أبديا آمين. أنا في الأول أحب أشكركم جدا على الدعوة الكريمة، وعلى أن أنا أكون في هذا المكان المقدس وفي هذه الكنيسة اللي كلها بركة ولها تاريخ مجيد من الخدمة. وفي نفس الوقت يا إخواتي الأحباء أخذ بركة أن أنا أجتمع معكم، لأن الكتاب المقدس بيقول: حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. الآية اللي احنا هنتأمل فيها النهاردة قالها معلمنا القديس بطرس للمسيح في يوحنا 6. ويوحنا 6 واحد من أهم الإصحاحات اللي فيها موقفين أصعب من بعض. الموقف الأول المسيح تكلم فيه عن الجسد والدم، عطيته للكنيسة جسده ودمه، ولما الناس ما كانوش فاهمين المسيح أكد المعنى اللي يقصده، أنه لا يقصد معنى مجازي أن يعطي جسد ودمه، ولكن المسيح جزم بقوة: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة في أنفسكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا أحيا فيه. بعض التلاميذ ما عجبهمش الكلام. طبعا التلاميذ هنا مش مقصود بها 12، مقصود بها الجموع التي تتبع المسيح، الجموع اللي بتحاول تتتلمذ على يدي المسيح. ما عجبهمش الكلام اللي المسيح قال، فقال لك الكتاب المقدس: كثيرون رجعوا إلى الوراء ولم يعودوا يمشون وراء. خدوا موقف: مش هنمشي وراك تاني، مش هنتبعك على الكلام الصعب اللي انت بتقوله. المسيح ما اهتمش بهذا الأمر، يعني ما زعلش ان الناس دول ما يقولوش كلامه. ده المسيح قال: ما فيش عطية أعظم من اللي أنا بديها. أبص للتلاميذ كده وقال لهم: وانتوا عايزين تمشوا؟ لو انتوا برضو كلامي مش عاجبكم يعني اتفضلوا، لو مش عايزين تمشوا معايا براحتكم. فرد بطرس بلسان التلاميذ وقال له: يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عنك؟ احنا هنروح لمين؟ ما عندناش حد تاني هنروح له غيرك، ما عندناش حد يكلمنا عن الأبدية غيرك. عايز أقول لمعلمنا بطرس: المسيح مش عنده كلام الحياة الأبدية، المسيح عنده الأبدية نفسها. وحينما يوجد المسيح في قلب الإنسان توجد الأبدية في قلب الإنسان. المسيح قال: ها ملكوت الله داخلكم. الناس بيفتكروا ان الأبدية والملكوت دي المكان اللي احنا هنروحه بعد ما ننتقل من هذا العالم. نقول ان احنا بعد ما نخلص الرحلة بتاعتنا او ننتهي من حياتنا على الارض هنروح الأبدية عند المسيح. الحقيقة يا اخواتي الأحباء مش كده. الأبدية تمثل وجودنا في المسيح واحنا على الارض.
الأبدية هي اللقاء مع المسيح في حياتك. يعني الأبدية مش هتبدأ في السماء، الأبدية تبدأ على الأرض. وجودك في المسيح هو بداية الأبدية. سيد المسيح وهو بيصلي في يوحنا 17 قال: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلك. يعني إيه هي الأبدية؟ إن احنا نعرف الآب، وإن احنا نعرف الابن اللي أرسله الآب. يعني لو احنا قدرنا نعرف الآب والابن عشان هما جوهر واحد هنعرف الحياة الأبدية. بس المسيح ما يقصدش المعرفة العقلية أو المعرفة الذهنية، إن واحد يقرأ شوية كتب عن المسيح ويبقى فاهم يعني المسيح أزلي أبدي، فاهم يعني المسيح موجود في كل مكان، فاهم يعني إيه المسيح الله وإنسان في وقت واحد. المسيح ما اتكلمش عن المعرفة دي، وإن كنا مهمة جدا بالنسبة لنا المعرفة دي، بس ربنا بيتكلم على نوع آخر من المعرفة، المعرفة الشخصية اللي تبقى بينك وبين المسيح. عارف لما تقول فلان ده أنا أعرفه كويس جدا، فلان ده أنا عشت معاه، فلان ده أنا حافظه زي نفسي، هو ده المعرفة اللي ربنا بيتكلم عنها. المعرفة الحياتية، المعرفة أنك توجد في قلب المسيح ويوجد المسيح في قلبك. الموضوع ده يا إخواتي الأحباء عامل زي ما المسيح دخل في بيت لعازر، ومريم كانت تجلس عند قدمي المسيح، ومرثا كانت تخدم المسيح ومنشغلة بخدمة المسيح، والاثنين قديستين، كل واحدة فيهم قديسة بالطريقة بتاعتها. واحدة ممتلئة نشاط وممتلئة حماس وبتجهز أكل للناس اللي مع المسيح وبتخدم المسيح، وواحدة جالسة تحت أقدام المسيح تسمع وتستمتع بالجلسة تحت قدمي المسيح. كل دي طرق مقبولة قدام ربنا، بس اللي ما كانش مقبول أن تقول مرثا للمسيح: يا سيد، أنت مش واخد بالك إن أختي تركتني أخدم لوحدي؟ أما تبالي أن أختي تركتني أخدم لوحدي؟ قال لها المسيح: مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة والحاجة. إيه اللي خلى مريم مش قايمة تخدم؟ إيه اللي خلى مريم مستمتعة أنها تجلس عند قدمي المسيح؟ لها عمق في قلب المسيح. المسيح واخد كيانها، المسيح واخد مشاعر مريم، عشان كده مريم متعلقة بالمسيح، ومريم مش عايزة تقوم من عند أقدام المسيح. هنا تدرك كيف يقضي إنسان ساعات طويلة في الصلاة ولا يمل، كيف يبقى إنسان وقت طويل جدا يكلم ربنا ومش عايز ينهي هذا الحديث، لأنه يستمتع بالأبدية مع المسيح. يبقى إيه هي الأبدية يا إخواتي الأحباء؟ هي أن توجد في قلب المسيح، أن تدخل إلى أعماق المسيح، وأن يخترق المسيح كيانك فتصبح مرتبط بالمسيح. ربما أديكم مثل تاني يشبه هذا الأمر. لما رعوس حماتها رجع علشان ترجع أرضها، وهي كانت قد مرت بتجربة قاسية، وكانوا راجعين معاها يعني زوجات أولادها اللي الاثنين ماتوا، فهم الاثنين راجعين. نعمة قالت لهم يعني ما فيش لازم ان انتوا ترجعوا معايا، ما هتيجوا معايا تعملوا ايه؟ يعني مش عايز اظلمكم معايا. واحدة رجعت والتانية قالت لحماتها، قالت لها: لا تلخ علي أن أترك، حيثما ذهبت أنا أذهب، شعبك هو شعبي وإلهك هو إله. قالت لها: حيثما بت أبيك، قالت لها: لو مت هناك أنا برضه هموت معاكي وهناك أدفن معاك. اللي خلى رعوس مش عايزة تترك حماتها هذا الحب الذي وجد في قلب رعوس مع حماتها.
استمتعت العروس بالحياة مع حماتها، صارت بينهم هما الاثنين المحبة القوية اللي تخليها تقول زي ما قال بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ لو ما عندكش المحبة في قلبك للمسيح، التجربة هتفصلك عن المسيح، الألم هيفصلك عن المسيح. لكن لما تخترق محبة المسيح أعماقك وكيانك، تقدر تقول زي ما قال بولس: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم عري أم خطر أم سيف؟ عايز تعرف نفسك فين؟ هو ده مقياس اللي ربنا بيقيس بيه، مقياس الحب الإلهي. عارفين الميزان اللي هنتوزن بيه؟ هو محبتنا لربنا. طب تقول لي واحد هيقول لي ربنا زي ما قال لإبراهيم، قال له: يا إبراهيم عايزك تترك أهلك وعشيرتك وناسك وتيجي وراك. طب إبراهيم إزاي ترك كل ده؟ إزاي قبل إبراهيم أن يترك وطنه ويترك البلد اللي عايش فيها ويترك كل حاجة ويسير مع الله؟ كان إبراهيم موجود في قلب الله، وكان قلب الله في إبراهيم، كان متعلق قلبه بالمسيح. عرفت كيف يترك الإنسان أشياء أرضية بسهولة؟ كيف تهون على الإنسان الحياة بأكملها من أجل المسيح؟ بولس الرسول جه وقت قال لك ما هي الحياة؟ قال لك الحياة هي المسيح، فأنا حياتي هي المسيح، سواء أحيا أو أموت. الحياة في المسيح هي الربح الوحيد، الحاجة الوحيدة اللي أنا ما أقدرش أخسرها وما أقدرش أضحي بيها، إن أنا أخسر المسيح. أما ما كان لي في الجسد فهذا قد حسبته خسارة من أجل فضل أن أوجد في المسيح. يعني يا بولس أنت مش زعلان على أي حاجة؟ يقول لك: لا، مش زعلان على أي حاجة، كل حاجة بالنسبة لي لما أقارنها بالمسيح ملهاش قيمة. يبقى هو ده يا إخواتي الأحباء إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. الحياة الأبدية هي أنت. ربنا عشان عرفنا ماديين وبنحب الحاجات البراقة جه يصور لينا إيه هي الأبدية وهو إيه. لما ربنا جه يتكلم عن الأبدية وعن نفسه قال لك: أنا عامل زي تاجر، أو أنت عامل زي تاجر يطلب لآلئ، ولما يجد لؤلؤة كثيرة الثمن هيترك كل شيء ويروح يشتري اللؤلؤة دي. هي دي الأبدية. الواحد لما يحس إن في كنز مخفى في حقل، لما تجد في حقلك كنز تترك كل شيء من أجل هذا الكنز. الكنز يا أخواتي الأحباء هو المسيح، هو المسيح الكنز الحقيقي بتاعك. ربنا هو اللي هيديك الشبع. كل خدمتنا في الكنيسة هدفها المسيح. يعني احنا أي نشاط بنعمله في الكنيسة ليه؟ علشان نقرب من المسيح، عشان ندخل في عشرة مع المسيح. لما تروح لأبونا في الاعتراف بيحاول يلف نظرك كده عشان يخليك تشوف المسيح. ولما تيجي الاجتماع عايزين نطلع منك الفكر العالمي فنكلمك عن فكر المسيح، عشان المسيح يبقى قدام عينيك هو المثال الحي اللي انت تمشي وراه. بتعبير الكتاب المقدس: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. هو ده القدوة اللي احنا هنمشي عليه. القدوة مش سير قديسين، القدوة المسيح. سير القديسين هي تطبيق لناس عاشوا مع المسيح. طب عشان تحب المسيح هتحبه ازاي؟ هتحب المسيح ازاي وانت الكتاب المقدس ده ما بيتفتحش في البيت؟ ازاي هتعرف المسيح؟ مين هيديك صورة طيبة عن المسيح؟ الكتاب المقدس وتعاليم المسيح. فاللي كتابه في البيت مقفول هيحب المسيح ازاي؟ ما تقولش اصل انا زمان قريت الكتاب المقدس وحافظ جزء كبير من الكتاب المقدس وانا بسترجعه من وقت لاخر. كل ما تقرا كلمة ربنا تحس انك بتشوف حاجة جديدة، تحس ان انت بتخرج من الكتاب المقدس جددا وعتقاء، تحس ان الكلام متجدد. عايز تحب ربنا اقرا عنه، عايز تحب ربنا شوف هو عمل من اجلك ايه.
اخواتي الاحباء، احنا كبشر بنبحث عن الحب، بس انا عايز اكلمك عن حد حبك وهو مش عايز منك حاجه. يقول لك الكتاب المقدس نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. يعني محبتنا دي رد فعل. ربنا حبك ومش عايز مني ولا منك حاجه. ولما كان الموت في طريق خلاصك يقول لك اشتهى ان يجوز فيه حبا بك. ده انت بتقول فلان ده وقف جنبي، بتقولي فلانه دي ما سابتنيش في التجربه بتاعتي، ده موقف، دي تجربه، ده حاجه صغيره. طب اللي حط حياته مكانك، اللي يموت نيابه عنك وهو مش عايز منك غير خلاص نفسك، يعني ايه الثمن اللي بيطلبه المسيح منه ومنك؟ ولا شيء. طب تبيع المسيح من اجل ايه؟ تبيع المسيح من اجل شهوه؟ تبيع المسيح من اجل علاقه غلط في حياتك؟ تبيع المسيح من اجل مال؟ تبيع المسيح من اجل اشياء ارضيه بولس قال لك عنها نفايه؟ اوعى تفتكر في حد هيبيع المسيح بثمن ويتهنى بيه. مفيش واحد هيبيع المسيح بثمن ويتهنى بيه. تسمعوا عن ناس تركت المسيح. الحقيقه هم مش تركوا المسيح، هم من زمان وهم علاقتهم بالمسيح علاقه شكليه. اللي ذاق المسيح وتلامس مع المسيح ما يقدرش يسيب المسيح. ولما واحد يقرر يسيب المسيح او بنت تقرر تسيب المسيح وتفتكر انها هتجد سعاده بعيد عن المسيح، تفتكر القول ده. مفيش واحد يبيع المسيح بثمن ويتهنى بالثمن بتاعه. لو بعت المسيح بخطيه مش هتتهنى بيه. لو بعت المسيح بمال مش هتسعد بهذا المال. المسيح ما فيش ثمن هيعوض المسيح، مفيش حاجه هتعوض المسيح. يبقى يا اخواتي الاحباء احذر ان الشيطان يفهمك ان في حاجه هتدي لك سعاده غير المسيح. المراه السامريه قالت للمسيح، قالت له ليس لك دل والبر عميق. اللي هيعيش بعيد عن المسيح هيحس الوصيه صعبه عليه ان هو ينفذها، لكن اللي عايش مع المسيح الوصيه سهله. يبقى هو ده المسيح. المسيح مرتبط بالحياه الابديه، وما فيش حياه ابديه بدون المسيح. المسيح هو الحياه نفسها. انا هو الطريق والحق والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. طب انت فين من حب المسيح ليك؟ هل انت شاعر بالحب ده فعلا؟ هل شاعرين بمحبه المسيح لينا؟ هل بتجري علشان تتكلم معاه؟ هل لما يجي صوم يقربك بالمسيح بتبقى فرحان ان في حاجه هتقربك بالمسيح وانت جاي تخدم المسيح فرحان؟ ولا متضايق عشان سبت بيتك وعشان سبت اولادك وعشان عندك حاجات بعد ما تروح عايز تعملها؟ على قد حبك للمسيح، على قد ما تشعر ان كل ما تبذله من اجل المسيح انت اللي بتكسب مش اي حد تاني. مرة ربنا قال لموسى، قال انا مش عايز امشي مع الشعب ده، الشعب في البرية ده انا مش عايز امشي معاه. فموسى قال للمسيح، قال لما كنتش تمشي معايا انا مش هقود الشعب ده. قال له يا موسى انا مش عايز امشي مع الشعب. قال له لا، ما هبص انت ما تفرقناش، انت لو فرقتني انا مش هعرف امشيهم ولا هعرف امشي الشعب ده. حياتنا زي كده، مش هنعرف نمشيها من غير المسيح، مش هنعرف نقودها البر امان من غير المسيح. مين يا رب لما يبقى جوايا لخبطه وجوايا زحمه وجوايا حاجات غلط يقول لي فين الطريق؟ غيرك. محدش يقدر ينور الطريق بتاعي غيرك انت يا رب. انت الهدف بتاعك. بنقول عنه كده في أبشية الإنجيل، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا، شفاؤنا، وفي الآخر نقول عن المسيح أنه قيامتنا كلنا. إخوتي الأحباء،
النفس التي تحيا بعيدا عن المسيح إلى الآن ما شافتش الراحة. يعني أي واحد عايش بعيد عن المسيح خارج دايرة المسيح هو مش مرتاح من جواه، لأن أنت بتبعد عن مصدر الراحة بتاعك. كفاية إن المسيح يقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. واحد هيقول لك تعالى شيل معاك. طب هتشيل معايا ليه؟ عشان أنا بحبك، عايز أشيل معاك، مش عايزك تشيل لوحدك. عايز أحط كتف في كتفك وأشيل عنك، مش عايزك تشيل لوحدك. أصل الحياة قاسية، الحياة من غير المسيح هتبقى رحلة مرة. الحلاوة بتاعت الرحلة إن إحنا نبقى سايرين وإحنا ماشيين حاطين إيدينا في إيدين المسيح وحاسين إن المسيح هو الرفيق بتاع الرحلة. هتلاقي ناس بيضحوا بكل حاجة في حياتهم. واحد يسيب شغله عشان يروح يتراهن، واحد يتبرع بكل فلوسه عشان تتحط في كنيسة أو تتحط في حاجة تبع ربنا. أنت معاك تقول إيه اللي بيعمله ده؟ هو ذاق المسيح. زي ما يقول كده الكتاب ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. عذراء النشيد لما داقت المسيح قالت لك وجدته، ولما وجدته أمسكته ولم أرخيه. لكن في واحد تاني هيبقى عامل زي ما قال في سفر النشيد، المسيح عمال يخبط على باب عذراء النشيد ويقول لها افتحي لي يا حبيبتي يا كاملتي افتحي. قالت له طب ما انا يعني خلعت ثوبي فكيف البسه وسخت رجلي هغسلهم تاني. فضل يخبط على بابها اكثر من مره لحد ما حط ايده على الباب علشان يفتحه وهي ما قامتش. بس بعد شويه ادركت بعد مضي زمن طويل انها تحتاج الى المسيح. فتحت الباب ما لقيتش المسيح. قالت حبيبي تحول وعبر طلبته فما وجدته. طب اروح ادور على المسيح. وهي بتدور على المسيح قال لك وجدني الحرس الطائف في المدينه فرفعوا عني ازاري وبهدلوه. شوف بقى لما المسيح يقرع على بابك ويقول لك انا عايز اصالحك، انت زعلان ليه؟ انا عايز اديك مش عايز اخد منك. انا عايز افرحك. ما تفتكرش ان انا هاخد حاجه منك فيها مصلحتك. انت شايفها حلوه في عينيك بس هي مره، لما هتاخدها هتلاقيها مره في جوفك. انا عايز اقرب منك وافرحك وانت تقول لي انا مش عايزك ومش عايز كنيستك ومش عايز اجيلك وتفضل تضيع في العمر وفي النهايه تدرك انه لا باب اخر الا المسيح. زي ما قال يوحنا الحبيب هو الباب الوحيد اللي هتقدر تعدي منه. هتقوم تدور على المسيح فهتتعب علشان تعرف انت المسيح. فاوعى تخلي حاجه في حياتك تبعدك عن المسيح. اوعى تخلي حاجه في حياتك تبعدك عن وقفتك في حضن المسيح وتكلمه. اولادك مش هتعرف تربيهم الا والمسيح معاك. بيتك مش هينجح الا والمسيح بيبنيه معاكي، الا والمسيح بيسند ويرمم جدار المنزل معاك ومعاكي. احنا مش هنقدر نقود حياتنا ولا نعمر بيوتنا من غير المسيح. يقول لك سهر الحراس وسهرهم باطل. حتى البنايين اللي هيبنوا من غير المسيح برضه مش هيقدروا يبنوا البيت، لان بان الكل هو المسيح. يبقى هو ده المسيح بالنسبه لينا يا اخواتي الاحباء. المسيح بالنسبه لينا خلي عينيك دايما عليه، دايما على تصرفات المسيح. طب انا في حياتي حاجات كتيره غلط، عملت حاجات كتيره في حياتي مزعله المسيح مني. طب انت يا رب موقفك مني ايه؟ هيقول لك شفت المراه الخاطئه، انا هعمل معاك زي ما عملت مع المراه المربوطه بذات الفعل. مش هدينك بس هقول لك ما تغلطش تاني. شفت لما دخلت بيت سمعان وسمعان عمال يتكلم على النفس الخاطئه دي ازاي تلمس المسيح وازاي تقرب منه. المسيح يقول له يا سمعان احبت كثيرا
فغفر لها كثيرا. هو ده القانون يا سمعان اللي لازم تفهمه. من يحب كثيرا يغفر له كثيرا، ومن يحب قليلا يغفر له قليل. على قد محبتك اغفر، على قد محبتك سامع. هو ده الكيل اللي ربنا هيعاملنا بيه. هو ده المسيح اللي احنا بندور عليه، مشتهى جميع الأجيال. شوف في كتاب كده اسمه المسيح مشتهى جميع الأجيال. فمرة بولس يقول لك اختطفت إلى السماء، قال لك أنا مش عارف كنت صاحي ولا كنت نايم، أعرف إنسانا في الجسد خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. يقول لك هذا الإنسان اختطف إلى السماء الثالثة. يقول لك سمع كلمات ما سمعهاش حد قبل كده، ولما جه يوصفه ما عرفش يوصفه. ايه الحاجة الوحيدة اللي ما تعرفش توصفها؟ المسيح في مجد. المسيح وهو على الأرض التلاميذ شايفين المسيح اللي واخد صورة الإنسان البسيط، المسيح اللي زيه وزيه. لكن حينما عاد المسيح إلى مجده فهو أروع جمالا من بني البشر. واللي أروع جمالا من بني البشر مش هنعرف نوصفه. عرفت ليه السماء محدش هيعرف يوصفها هي والأبدية؟ لأن الأبدية هي المسيح، هو خروف العرش، هو من يغلب سيجلس معهم في عرش. في سفر الرؤيا يقول لك من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، والمسيح هو شجرة الحياة. المسيح يقول لك أنا خبز الحياة. كلنا ممكن يجي وقت علينا نقول النهاردة مش هناكل، أنا هاكل فاكهة ومش هاكل عيش ومش هتعشى علشان أي حاجة، بس بعد يوم واثنين ما يقدرش يستغنى عن الخبز. ربنا عايز يقول لك هو بالنسبة لنا مهم قد إيه، فيقول لك إن أنا خبز الحياة. تقدر تستغنى عن الخبز في حياتك؟ مهما يدوا لك بدايل، مهما يقدموا لك من أطعمة، تقدر تستغنى عن الخبز؟ تقدرش تستغنى عن الخبز. هو ده المسيح. المسيح خبز الحياة. طب في حد يقدر يستغنى عن المية في اليوم؟ تقدر ما تشربش. المسيح يقول لك أنا هو ماء الحياة، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. تقدر تعيش من غير مية؟ ربنا بيشبه نفسه كده عشان يوريك هو بالنسبة لنا إيه. بس هل إحنا مدركين المسيح، ولا إحنا عايشين في جو بنقرأ عن المسيح، معجزات المسيح، أعمال المسيح، بس مش حاسين بالمسيح، مش مستمتعين بالمسيح؟ في مرة حد من الرهبان كنت قريت عنه قصة إنه كان ماسك خدمة توزيع البركة لإخوة الرب يعني. فهو بيصلي يعني المسيح ظهر له كان بيتكلم معاه، وحد من المحتاجين فضل يخبط على بابه، فقعد يفكر يعني أكمل قعدتي مع المسيح ولا أروح أخدم. في النهاية قال لك طب أنا خلاص يعني هحرم نفسي وبعد إذنك يا رب هروح أخدم. فراح شاف الراجل عايز احتياجاته إيه، لبقها له. لما رجع لقى المسيح واقف في القلاية مستني. قال له أنت ما مشيتش؟ قال له امشي إزاي؟ رحت تخدمني وامشي؟ تتعب من أجلي واسيبك وامشي؟ لا، المسيح ما يعملش كده. ده المسيح يبقى أمينا حتى لو إحنا ما كناش أمنا. المسيح مش هينسى كل خدمة إحنا قدمناها محبة فيه. قال لك كنت دخلت الكنيسة في مرة لقيت كرسي بس كده عليه شوية تراب، قلت له بص يا رب ما اعرفش اعمل حاجة غير ان انا امسح الكرسي ده علشان حد من اولادك يقعد عليه. يقول لك المسيح انا ما نسيتهاش، مش هقدر انساها ليه؟ يا رب ده انا ما عملتش حاجة، مسحت الكرسي بس علشان يعني حد من اولادك يقعد. يقول لك لا. المسيح يا اخواتي الاحباء هو اجمل عطية لينا في حياتنا، وبدون المسيح مش هتبقى حياتنا لها قيمة. اوعى تفتكروا المريمات كانوا يبالغوا في مشاعرهم لما المسيح اتصلب وعمالين يبكوا على ان المسيح مش موجود وسطهم. المريمات كانوا حاسين ازاي المسيح ما عادش موجود وسطهم. صحيح مش موجود بالجسد، بس هم حاسين بفرق في حياتهم من غير المسيح. لذلك استحقت المجدلية ان اول وحدة يستعلن لها المسيح القائم من الاموات هو المجدلية. اشمعنى المجدلية؟ احبت كثيرا. اشمعنى المجدلية؟ رافقت المسيح حتى الصليب.
على قد ما تتمسك بالمسيح، على قد المسيح ما يعلن مجده في حياتك، وعلى قد المسيح ما يكون معاك في حياتك. يبقى هو ده إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عنه. أي حاجة تتعقد منك حطها في ايدين ربنا، قول له دي بتاعتك. ومن قبل ما تتعقد قول له بص يا رب الموضوع ده يخصك انت، ما يخصش حد تاني. تلاقي الناس في المشاكل، لو في مشكلة في البيت الزوجة تقول لك أنا قررت إن أنا مش هعيش في البيت تاني، أو هو يقول لك أنا قررت إن أنا مش هكمل الحياة دي. إيه اللي يجبرني إن أنا أعيش عمري كله في الحياة دي؟ اللي يجبرك يا حبيبي إنك وأنت بتاخد شريك الحياة خدته من إيدين المسيح. ده كان المسيح قال لك حب عدوك، وإذا كان المسيح قال لك إن جاء عدوك اطعمه وإن عطش اسقيه، ما بالك اللي أنت خدته من إيدين المسيح وصار جزء من حياتك. لما تقابلك مشكلة حتى لو أكبر منك، المسيح أكبر من المشكلة. المسيح يستطيع أن يشبع من 5 أرغفة أو سمكتين أكثر من 5000. بالعقل ما تجيش، لكن مع قدرة المسيح يقدر يعمل كده. خلي عندك هذا الرجاء في حياتك. إن كان لنا المسيح إحنا أغنى جميع الناس، وإن لم يكن لنا المسيح ونملك كل ما في العالم برضه إحنا أفقر الناس اللي ما عندناش حاجة، لأن هو الكنز الحقيقي. ربنا يجعل من هذه الكلمات أن تكون سبب بركة، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين.